السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله بقى وبعد غياب والله يا جماعة، يعني انا اسفة ظروف يعني كده مش عارفة الظروف والله بتتلخبط معايا يعني كل فترة كده، فالحمد لله. والنهاردة جاية لكم بفيديو بسيط ان شاء الله ينال رضاكم. هعمل معاكم الكبد والقوانص بطريقة يعني تعتبر جديدة شوية يعني، غير اللي انا بعمل بيها. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. اول حاجة هنا انا معايا الطاسة بتاعتي، طبعا حطيت فيها شوية زيت، ومعايا القوانص. اول حاجة القوانص، طبعا الكبد والقوانص انا ببقى غسلاها كويس قوي ومقطعاها. القوانص مقطعاها بالطريقه دي كده قطع يعني صغيره شويه، عشان عارفين هي بتغيب في السوا. طبعا لما بغسلها بنقعها في ملح وليمون، عشان احنا عارفين ريحه الزفاره طبعا. وكده خدت القوانص الاول، بدات بيها هشوحها في الزيت لمده يعني تقريبا كده من 5 ل7 دقايق، عشان عارفين ان القوانص بتغيب في التسويه شويه. وبعد كده ضفت عليها البصل، طبعا البصل زي ما انت عايزه. انا حطيت بصلايه كبيره كده، ان البصل ده بقى هو اللي يعني بعمل بيه الصوص بتاعها، بيبقى حلو قوي. واستمريت اقلب شويه كده، وهسيبها بقى على يعني على النار برضو، اشوح البصل معاه كده برضو لمده 5 دقايق. والبصل ده انا مقطعاه جوانح، وهضيف على البصل والقوانص كده شويه ميه بتساعد معايا في التسويه، يعني ميه مش كتير، تساعد بس في التسويه شويه. وهسيبها برضو كده لمدة 5 دقايق كمان. بقت بالشكل ده كده، البصل يعني استوى شوية. ضفت عليها بقى الكبد اللي انا مقطعاها قطع كبيرة شوية، عشان عارفين ان الكبد بتستوي بسرعة. وهنا ضفت بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وشوية كزبرة وكمون وشوية شطة. الشطة دي اختياري. بعد كده بقى الاهم من ده كله الخلطة بقى بتاعتي اللي هتخلي للكبدة ريحة وطعم حلو قوي. نزلت هنا في الكبة بتاعتي ب3 طماطمات. برضو الطماطم لو عايزة يعني تزودي شوية ماشي، تبع الكمية طبعا الكبد والقوانص اللي انت هتعمليها. نزلت كده ب3 طماطمات، وقرنين من الفلفل الرومي، وكمان كام فص توم بيديها ريحة حلوة قوي. طبعا هضربهم في الكبة. لو عايزة طبعا تضيفي ملح، لو تضيفي اسفة، لو عايزة تضيفي فلفل حامي ماشي، انما انا حطيت شوية شطة يعني قليلين هيدوها طعم بس. وهنا الخلطة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده لونها فاتح ومفرومة فرم ناعم جدا وسايلة زي ما انتوا شايفين كده. ضفتها بقى على الكبد والقوانص بتاعتي. اقلبها كويس قوي كده، عشان بقى دي بقى اللي هتدي اللي هتعمل لي بقى الصوص، وهتدي للكبد والقوانص طعم وريحه حلوه قوي. وهغطيها واسيبها يعني من يعني حوالي ربع ساعه، لغايه ما اللون بتاعها يعني طبعا اللون بتاعها فاتح، لغايه ما تتسبك كده. وادي بقى انتم ملاحظين طبعا، شو بصوا الخلطه كانت فاتحه ازاي، اتسبكت معايا وبقى لونها جميل بالشكل ده كده، والريحة جميلة جدا وطعمه والله ولا اروع ولا اجمل. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. الوصفة دي يا جماعة ممكن تعملي معاها شوية رز بشعرية، ممكن شوية مكرونة جنبها كده، شوية مكرونة بشوربة، ممكن مكرونة بطماطم، وممكن كمان يعني تغمزيها بالعيش الطري. انا الحقيقه كان عندي رز بشعريه، وكمان عندي عيش طري بقى، العيش اللي هو البلدي ده بتبقى جميله قوي. ممكن تعمليها برضو سندوتشات زي انا ما بعمل كده. اتمنى يكون الوصفه عجبتكم. واللي اول مره يدخل قناتي اتمنى اشتراك حلو كده ولايك حلو من ايديكم، والقاكم بخير ان شاء الله.